21 من البحرين. استاذ محمود مساء الخير. مساء الخير كابتن مصطفى. تحياتنا وتحيات ضيوفي لكل اهلنا في المملكه. مساء الخير كابتن مصطفى ومساء الخير لضيوفك الكرام في الاستديو، وتحيه اجلال واكبار للشعب المصري الشقيق، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. طمني يعني اخر الاستعدادات ايه لخليجي 21 والاستعدادات في المملكه ان شاء الله. طبعا الاستعدادات في البحرين بدات منذ وقت مبكر لاستضافه هذه البطوله او المسابقه الكرويه الهامه في المنطقه. هناك اهتمام رسمي وشعبي كبير هنا في المنامه لاستضافه الحدث الكروي المنتظر الذي سيقام خلال الفتره من الخامس وحتى الثامن عشر من شهر يناير عام 2018. طبعا العد التنازلي بدأ لانطلاقة هذه المسابقة، باقي من الزمن تقريبا 3 أسابيع. اللجنة المنظمة قطعت أشواطا كبيرة في الإعداد من جميع النواحي، سواء كانت تنظيمية أو إدارية، لتسهيل دخول الوفود المشاركة وتسهيل مهام الإعلاميين الذين تقدموا بطلبات كبيرة جدا لتغطية هذا الحدث. هناك استعدادات قائمة على قدم الوساق. إمكانيات البحرين معروفة، تستضيف النسخة الرابعة في تاريخ مشاركاتها في كأس الخليج. هناك مثل ما تقدم في التقرير استعدادات أنجزت مثل ملاعب البحرين. هناك استعدادات على قدم وساق. ملاعب البحرين جاهزة لاستضافة الحدث. الوفود الإعلامية بدأت بإعداد العدة لتغطية هذا الحدث الكروي الهام. بطولة كأس الخليج مثل ما تعرف كابتن مصطفى أثرت الخارطة الكروية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ساهمت في نقلة نوعية للكرة الخليجية عموما بالتحديد والكرة العربية بشكل عام. إن شاء الله الأمور تجري بقدر كبير من حسن التنظيم والاستعداد لهذا المحفل الكروي المنتظر. استاذ محمود، في بطوله في غرب اسيا في الكويت دلوقتي، اكيد الجهاز الفني واللعيبه والاعلاميين الرياضيين في البحرين بيتابعوا البطوله. نعم يعني اكيد مشاركه المنتخب البحريني في العراق وفي الكويت نعم بطوله غرب اسيا يعني تعد يعني محطه اعداد مهمه جدا للمنتخبات المشاركه في كاس الخليج. توقيتها كان مناسب جدا للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية للمدربين المنتخبات المشاركة. هناك أكثر من منتخب مشارك في كأس الخليج. عندك 3 منتخبات، السعودية والعراق، وعمان وقطر مشاركة في تصفيات الدور الرابع الحاسم من تصفيات كأس العالم. هناك منتخبات طامحة للعودة بقوة مثل السعودية. منتخبات الكويت تطمح بالمحافظة على اللقب. الإمارات قادمة بجيل كبير من اللاعبين الشباب وجيل من التحدي. البطولة كأس الخليج ستكون على على مستوى عالي من القوة في هذه البطولة. أيوة أستاذ محمود معاك. نعم بطولة كأس الخليج يعني عرس كروي منتظر. سيكون هناك بلا شك منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة. بطولة كأس الخليج تشكل أهمية كبيرة لشعوب المنطقة، وبالأحرى بعض الشعوب يعني سمتها كأس عالم مصغرة في دول مجلس التعاون. أصل أنا عارف اللي بيحصل فعشان كده بضحك. الله يمسيه بالخير الشيخ عيسى بن راشد، طبعا يعني هذا الهرم الكبير في الرياضة الخليجية والعربية يعني. نعم هناك مثل ما تفضلت أستاذ، البطولة يعني أبرز ما يميزها الاهتمام الرسمي الكبير من قادة دول مجلس التعاون. اهتمام رسمي على كافة المستويات، اهتمام شعبي. اللجنة المنظمة يرأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. اللجنة التنفيذية يرأسها معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. اللجان العاملة هناك كفاءات شبابية بحرينية. اهتمام التفاف شعبي حول المسابقة. البحرين يعني درة دول مجلس التعاون. تتشكل المسابقة وإقامتها في البحرين حدثا كرويا بامتياز. استاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا. يعني احنا هنتابع مع بعض كل اسبوع، نقول للشعب المصري